نفس الوصفة راكم رايحين تلقاوها في قناتي كويت ديليس ذوق وبنا. هذه اللي راكم تشوفوها هنايا اللي راهي حابه تجي تزورني فيها، راهي فيها بزاف وصفات ما بارطاجيتهمش هنا، نقول لكم ارواحوا مرحبا بكم. راكي تخمي ما عرفتيش واش ديري الفطور ولا العشاء؟ اروحي راني جبت لك هذه الوصفه، وصفه شوربه فيرميسيل بالخضر بنكهه جديده تجمع ما بين طعم تاع الحريره وتاع الشوربه تاعنا حنا في الجزائر. راهي من ابن الوصفات تاع الشوربه، وتخيلي انها صحيه من البدايه للنهايه. ركزي برك معايا، واكيد ما تنسينيش باللايك نتاعك، التشجيع تاعك والدعم نتاعك، ونقول لك سنه سعيده ليك والعائله تاعك. ان شاء الله يا ربي كل عام يلقاكم في الصحه والهنا، وربي يلمكم مع حباباتكم واحبابكم ويخليكم بصحيحتكم وصحيحه اهاليكم. احنا ما علينا غير نقول بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير باذن الله راح يكونوا عندكم، لانها يعني اي بيت باذن الله يكون عنده هاد المكونات اللي هما زوج تاع الجزر، زوج تاع طماطم الى كانوا صغار، الى عندك يعني طماطم كبيره ديري وحده، بطاطا وحده الى كبيره، زوج الى صغار، ثلاثه تاع الثوم، بصله وحده الى كبيره الى صغيره نديرو زوج. نحتاجو هنايا تاني هكاك حوالي 4 مغارف كبار تاع فيرميسيل. نحتاجو بالنسبه للتوابل فلفل ابيض اولا فلفل اسود، الكركم هذاك جومبو اللي درنا، ومغرف صغيره معمره تاع الكمون. هادو هما يعني بالنسبه فقط الجمبو. الا حبيتو تولوا للقناه تلقاوه. وهنايا يستحسن ان نديروه بالدجاج، واذا ما عندناش ممكن نستغناو عليه عادي جدا. ونحتاجو تاني المعدنوس، يعني هاد الوصفه راهي تجيب المعدنوس وحوالي مغرف كبيره تاع العدس. الا ما عندكمش العدس البرتقالي هذا، تنجموا ديروا العدس العادي كيما تنجموا عادي جدا تستغناو عليه. انا هنايا نفضل اني نطيب بزيت الزيتون، يعني هذا الزيت الزيتون تنجمي تطيبي به. وانتم يعني الا حبيتوا تبقى صحي يعني ديروا زيت الزيتون، ولكن كي ديروا زيت الزيتون ما لازمش تحطوا الزيت نتاعكم مباشره، لازم ترافقوه بحاجه باش ما يعيدكمش السام. ولكن الى يعني خلطتوه كما هكا، هذه في هذه الحاله يعني ينعاد عادي جدا. وتنجموا يعني ديروا مزيج ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. وثاني تنجموا الى حبيتوا ديروا لا مارغرين، تنجموا يعني تقلوا ماكلتكم في لا مارغرين، راح تعطي الذوق اكثر واكثر. ولكن انا فضلت انه كما قلت لكم صحي من الف الى ياء. هنايا نقطعوا كامل عشوائيا فقط الخضر تاعنا. هنايا انا يعني دائما تلقاوني نحب دائما ندير يعني حاجه صحيه نضيفها لولادي بلا ما يعرفوا انا موجوده فيها. كما تعرفوا يعني الاطفال ما يحبوش هكا العدس وبزاف حاجات يعني ما يحبوهاش. الوغ انا نفضل كي ندير السوبات نتاعي دائما نرمي لهم هكا مغرف كبيره ولا زوج تاع العدس من يعني اي لون، يعني البني ولا هذا، المهم انه صحي. من بعد هنايا نديرو كلشي على ضربه واحده ونخلوه يتقلى على غرضو. والنصيحه يعني من الاخت للاخت انكم تفاداو تخدموا بالمغارف هادوك. يعني هادوك اللي انا ناكلو بهم ما راهمش صحيين، خاصه يعني كي نطيبوا بهم. عليها نفضل انكم كي تطيبوا يستحسن انكم تطيبوا بالخشب، يعني راه صحي 100%. وهنايا نحطوا التوابل تاعنا. اكيد كي نجو نحطوا التوابل نضيفوا عليه شويه تاع الماء كما نقول لكم دائما باش ما تحرق لكم التوابل تاعكم وتعطيكم المرونه في الاكل. ونصيحه نعطي لكم تاني، كي ديروا هنايا نزيدوا شويه تاع الماء باش ما يحرقوناش التوابل. ونصيحه اللي نعطيها لكم انكم كي ديروا هكا السوبات لازم دائما تضلوا تحركوا فيه. ومادام راكم تخدموا بمغرف تاع الخشب ماكمش رايحين يعني تجرحوا القدرة تاعكم عليها. دايما سيو من تحت حركوا كامل هكا يعني تقشروه. كل ما تزيدوا يعني تقشروا هذاك اللي راه محروق تحت الاخر، اكيد ماشي محروق بزاف، يكون يعني غير طايب، راه رايح يعطي ذوق اكثر واكثر للمرق هذا، وخاصه يعني المرق كامل. وخاصه اذا كان يعني قليتوا ماكلتكم بالزبده ولا بالزيت الزيتون. كما راكم تشوفوا من بعد ما سقيناه الماء قيس ما يتخبى لنا، ونزيدوا عليه شويه اللحم تاعنا والخضره. هنايا هكاك حوالي 20 دقيقه راهي طابت لنا. نديروها على نار هادئه. قلت لكم بالنسبه للماء يعني درت قيس ما تتغطاني الماء، زدت عليه شويه حوالي نص كاس تاع 240. فوالا يعني ما ديروش بزاف تاع الماء باش تجيكم البنه فيها.
بعد هنايا في هذه المرحله نجو نحو اللحم هذا، لان اللحم هذا رانا رايحين نفتوه، ونحو ثاني المعدنوس. يعني هنايا ثاني ما لازمش تميكسيو المعدنوس. فوالا هنا يعني راني نخبركم اني هذا راني رايح نفتتو باش ياكلوا كامل فيه. من بعد هنايا نجو نميكسيوه كامل. كما قلت لكم الا ما راكمش حابين ديروا اللحم تنجموا تستغناو عليه، لان راه فيه العدس، راه اصلا صحيه. شوفوا هنايا من بعد ما ميكسيناها كامل، في هذه المرحله نعاودوا نردوها للغاز، نخلوها على نار هادئه، نديروا كمشه ولا نقولوا حوالي 4 مغارف الى 5 تاع مغارف كبار تاع الفيرميسيل. فوالا الى حبيتوا في هذه المرحله ديروا تاني لسان الطير، تنجموا تستعملوه عادي جدا. من بعد نخلوه هكاك حوالي 5 دقائق فقط، يعني ما تخلوش بزاف، نحو على النار، غطيو عليه يزيد يطيب لنا فقط في البخار، وما ديروش بزاف تاع الفيرميسيل سينو راه راح تولي لكم عجين. من بعد في هذه المرحله نزيدو نحطوا هذاك الدجاج اللي فتتناه. واش نقول لكم صدقوني والله بنينه ما تعرفوش، الى حريره ولا شوربه العدس ولا شوربه فيرميسيل والله ما تفهموها. لكن اهم من هذا كله انها قنبله في البنه. ان شاء الله يا ربي راني جبت لكم بزاف افكار، ولو برك للقناه تشوفوا انواع تاع الشريبات، وخاصه يعني مليح واحد ينوع حتى لو يعني في رمضان. بالمناسبه حبيت نقول لكم كامل ان شاء الله يا ربي اي وحده تتمنى شيء ان شاء الله يا ربي تتوصلوا في هذه السنه الجديده، وربي يخلي لكم صحتكم ووالديكم واولادكم، وربي يرزق اي واحد متمني حاجه في هذه الدنيا، خاصه الذريه، ولا اللي هي متمنيه راجل، ولا اللي هي متمنيه مراه، ولا دار، ربي يعطي لكم ما تتمنوا. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا هذه هي شربتنا لنهار اليوم، ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. شوفوا يعني كيفاش تجي هنايا بالنسبه للختوريه، نتوما تختاروا يعني، ولكن صدقوني راكم تشوفوا فيها هكا بنينه. اكيد نتوما ما تنساوش برك هذيك العصره تاع القارص اللي تعطي اكيد ذوق رائع. يعني هذه راهي وصفة شتوية بامتياز، جربوها ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. وهنا نقول لكم ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في ساعة الخير. ما نعرفين راني رايح ندير لكم فيديو غدوة، ولكن الى ما درتكمش نقول لكم ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في العام الجديد اللي هو 2025. ان شاء الله يا ربي يدخل عليكم وعلينا بألف صحة وهنا. بالي غير نقول لكم استودعكم الله الذي احبكم فيه. سلام.